واضح إن بيراميدز دخل على الخط وقرر ينافس الأهلي وجها لوجه في سوق الانتقالات. بيراميدز بدأ تحركات قوية للتعاقد مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، اللاعب اللي موجود أصلاً على رادار النادي الأهلي من فترة طويلة. الإدارة السماوية بتحاول تخطف الصفقة قبل فتح باب القيد في يناير، مستغلة الغموض حوالين مستقبل فيستون مايلي وعايزة تضمن بديل هجومي جاهز بأسرع وقت. لكن السؤال الحقيقي هنا، هل بيراميدز فعلا قادر ينافس الأهلي في الصفقات؟ ولا هي محاولة جديدة لخطف اسم مطلوب للأحمر؟ الأهلي معروف لما يحط لاعب في دماغه غالبا الصفقة بتخلص، وبيراميدز عارف كويس إن الدخول في سباق مع الأهلي مش سهل، لا تاريخ ولا جماهير ولا بطولات. الكورة دلوقتي في ملعب اللاعب، هل يختار مشروع بيراميدز ولا يختار الأهلي اسم البطولات والضغط الكبير؟ الأيام الجاية هتجاوب، بس المؤكد إن سوق الانتقالات سخن والصراع بين الأهلي وبيراميدز مولع.